تعالوا النهاردة نعمل جلاش باللحمة المفرومة بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا جدا. هينفع معاكي في العزومات، ينفع معاكي في يوم مكسلة ومش عايزة تطبخي. مفيش أسهل ولا أحلى من كده. أول حاجة عندي صينية على النار أو طاسة، هنزل فيها بمعلقة من السمنة وشوية من الزيت. هسيبهم لحد ما يسخنوا وبعد كده هنزل عليهم باللحمة المفرومة بتاعتي. أنا هعمل صينية واحدة من الجلاش، هعمل لها نص كيلو من اللحمة المفرومة. نزلت باللحمة زي ما انتوا شايفين كده في الزيت، وفضلت اقلب فيها لحد ما اخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. اول ما بتاخد اللون ده بكون انا مجهزه بصل مبشور. هنزل بقى بشويه من الفلفل الاسود عشان تديها ريحه حلوه كده وهي بتتشوح. وبعد كده هضيف عليها على طول البصل اللي انا ضربته في الكبه، او تبشريه بالمبشره زي ما تحبي او تقطعيه. المهم ان هو يكون متقطع تقطيع متوسط كده عشان ما عشان يعني يستوي معاكي على طول. بعد ما نزلت البصل كده انا حطيت على النص كيلو بصلتين كبار مبشورين. اولا البصل الكتير بيزود الكمية، بيضاعف الكمية بتاعة اللحمة زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. وغير كده كمان بيديها طعم تسكيرة حلوة قوي. هقلب بقى البصل كده وبعد كده هضيف الملح واسيبها. هي مش هتاخد يعني 10 دقايق وهتكون مستوية معايا. هسيبها كده اقلبها تقلبتين واسيبها لحد ما تستوي على نار متوسطة، لحد ما ما البصل يبقى لون اللحمة زي ما هتشوفوه دلوقتي كده بالظبط. كده تبقى استوت. اول ما البصل يبقى لون اللحمه، هي ما بتاخدش سوا خالص. خلاص كده اللحمه بتاعتي استوت اهي، هطفي عليها. اجيب بقى في طاسه على النار احط فيها معلقتين من السمنه كبار كده حلوين، من السمنه البلدي او اي نوع سمنه حلو انتوا تحبوه وتكونوا بتحبوا ريحته وطعمه، لان الجلاش بيحتاج حاجه تكون سمنه تكون يعني ريحتها قويه. وعليهم شويه من الزيت. جبت معايا هنا لفه من الجلاش زي ما انتوا شايفين كده، هفكها. نختار نوع جلاش يكون حلو وما يكونش مفرفت وكده عشان يدينا نتيجة كويسة. خلاص. انا استخدمت جلاش النجار ده، كان جلاش حلو جدا. خلاص. فردته ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، لا متقطع ولا اي حاجة، جايباه طازة. هنزل بقى عندي هنا صينية اللي هو القالب الكبير بتاع الطقم الألمونيوم ده. مقاسه كبير يعني. مش عارفة هو كام بالظبط، ممكن يبقى 30 في 40 مثلا او حاجه زي كده. المهم ان انا مسحته بمسحه من السمنه اللي احنا مسيحينها دي. وهاخد طبقتين من الورق الجلاش، شايفين. انا بوريكم دول ورقتين مع بعض اهو. هنزل بقى بالورقتين كده بالشكل ده، من ناحيه تكون طويله ومن ناحيه تانية تكون مظبوطه. وبعد كده بتنيها واسويها بالشكل ده كده. وبعد ما بفردها بالطريقه دي، بنزل عليها بمسحه من السمنه اللي احنا مسيحينها عشان تدي للجلاش توريقه وما يبقاش معجن. شايفين. ما بكترش سمنه، انا بس بديها مسحه بسيطه كده عشان عايزاه يكون خفيف ما يبقاش تقيل علينا واحنا بناكله. واحنا بنعمل الطبقه التانية، شايفين انا هنا بعمل العكس. خليت الناحيه التانية هي اللي انا بتنيها زي ما انتم شايفين كده. بكرر بقى نفس الخطوه في بين كل ورقتين وبعض، بدهن دهنه من السمنه كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بعد ما خلاص احط اللحمه بتاعتي، بجيب ورقتين وبقوم تانيهم بالنص كده عشان اعادل ال ال الاطراف. يعني الاطراف انا بتنيها كل مره من ناحيه، فكده الاطراف هتبقى عاليه والنص هيبقى مش عالي. عشان كده بقى بجيب ورقتين وبقوم تانيهم في الاخر كده وحطاهم في النص عشان يبقوا كلهم متساويين مع بعض. هنزل بقى باللحمه بتاعتي كده وافردها كويس قوي في الصينيه. وبعد كده هبدأ أعمل الطبقات بتاعة الجزء اللي فوق زي ما عملت اللي تحت بالظبط، بنفس الطريقة وبنفس كل حاجة. هفردها بالطريقة دي كده، وافضل اسويها بنفس الشكل زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده انا بكون مشغله الفرن يسخن، عشان اول ما اخلص على طول بقوم مدخله الصينيه في الفرن. على الرف اللي في النص بكون فاتحه الفرن من تحت بس، لحد ما الجلاش بتاعي يستوي ياخد لون من تحت. ولو الفرن سخن كويس هياخد لون من فوق من غير ما تحتاجي تفتحي شوايه. انما لو مش الفرن ما كانش سخن كويس، هتضطري ان انت في الاخر بعد ما الجلاش يستوي ياخد لون من تحت هتفتحي الشوايه ثواني بس وانت واقفه قدامه، هتلاقيه خلاص بقى تمام. انا هنا زي ما انتم شايفين خلصت اهو الطبقات بتاعتي كلها. بكون انا بقى شايله ورقتين من ورق الجلاش، بكون شايلاهم على جنب عشان اسوي بيهم الصينيه في الاخر، واغطي بيهم الكلام ده كله، ما يبقاش في حاجه متنيه ولا كده زي ما هتشوفوني كده دلوقتي. بجيب بقى الطبقتين اللي في الاخر دول وبقوم حطاهم كده، وببدأ ان انا اشيل الطرف بتاع الجلاش بالراحة كده بمعلقة او بايدي، واقفل عليه بالشكل ده كده. شايفين.
انا كده بقفله عشان اسويه، دي حاجة، وعشان لما اجي اطلع القطعة اللي في الاطراف تبقى كمان متقفلة كويس. فاهمين قصدي؟ فبشيل كده بالراحة وبفضل اتني بقى ايه، كل الزيادات دي بتنيها لتحت كده لجوه لحد ما اقفل الصينية كويس. خلاص كده قفلتها كويس بقى، هجيب السكينة واقطعها. انا هنا لسه ما دهنتش الوش، عشان لو دهنته لما باجي اقطع الجلاش وانا بكون دهنه الوش بتاعه، بلاقيه يقعد يتزحلق معايا كده ويتزحلق تحت السكينة ويزهقني. فانا الاول بقوم مقطعاه بالشكل ده كده، وبعد كده بشوية سمنة كده، واقوم دهنه الوش بيها، بتبقى ظريفة يعني، ما بتضايقنيش ولا حاجة بقى في التقطيع. اقطعها بقى تقطعيها الحجم اللي انت عايزاه. انا قطعتها مربعات زي ما انت شايفه كده، مربعات متوسطه، هتعمل لك كميه محترمه جدا. لو عندك عزومه او حتى على غدا عادي هتبقى كويسه جدا جدا، هتديكي عدد كويس من القطع يعني. بعد ما دهنت بقى الجلاش بتاعي كده، هجيب كوبايه من الحليب واحط عليهم بيضايه، واحط عليهم كمان شوية من الفلفل الاسود وشوية صغيرين من الملح، وابدا اضربهم مع بعض كويس جدا واشرب بيهم الجلاش بتاعي قبل ما ادخله الفرن. عايزه اقول لكم ان انتوا لو مش عايزين الجلاش يبقى فيه سن الطراوه شويه، ممكن ما تحطوش خالص البيض والحليب ده، بس احنا بنحبه يكون مقرمش من بره وطري من جوه، فعشان كده بحط له الكوبايه من الحليب وعليهم البيضه دول. لو انتوا بتحبوه يكون ناشف ومقرمش قوي استغنوا عنه الخطوه دي خالص. بوزعها بقى بالشكل ده كده، وافضل ميلها يمين وشمال لحد ما توزع خالص، وبعد كده بدخله الفرن. زي ما قلت لكم في الرف اللي في النص بنشغل الفرن من تحت بس لحد ما يستوي، وبعد كده بنشغل الفرن من فوق. هوريكم بقى دلوقتي انا هنا طلعتها وقطعتها كويس كده، حددتها كويس. هوريكم بقى من جوه عامل ازاي، ما شاء الله جميل جدا. شايفين الحلاوة من فوق زي من تحت، واخد لون حلو قوي. وعايزه اقول لكم انه خفيف، سمنته مظبوطه، مش مزودين السمنه. هي زي ما انتم شفتوا كده مسحه خفيفه، اتمنى تجربوه يعجبكم.